السلام عليكم يا سنة تالتة. يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو النهاردة من كتاب قطر الندى في الرياضيات من صفحة 170. معادنا مع الدرسان 5 و6. محيطات مختلفة لنفس المساحة ومساحات مختلفة لنفس المحيط. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو. عمالة بنزل فيديوهات مفيش ولا لايك على الفيديو يا سنة تالتة. اللايك مش هيفيدني في حاجة قد ما هيفيدني انه الفيديو يترفع ويشوفوا اكتر عدد من الاصدقاء، سواء اللي مشتركين معانا في القناة او اللي لسه ما اشتركوش علشان يشوفوا القناة. رجاء يا سنة تالتة تدوسوا اللايك لو عجبكم الفيديو، واللي اول مره يشوف قناتي وعجبته القناه ما ينساش يشترك في القناه ويفعل جرس التنبيهات على الكل. مهم جدا نفعل الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بنقدمه على القناه. ونبدا بسم الله. اولا، محيطات مختلفه لنفس المساحه. يعني ايه يا ولاد؟ هيجيلي مستطيلين، اول مستطيل له مساحة مثلا 10، التاني مساحته نفس المساحة 10 لكن المحيط مختلف. المحيط ده ممكن يكون رقم ومش مش هيبقى 10 نفس مثلا ما كانت المساحة 10، يعني المحيط مختلف عن المساحة. وهنشوف الكلام ده دلوقتي، بس بقول لكم ببساطة كده المساحة ممكن تكون مشتركة ما بين شكلين او مستطيلين والمحيط يختلف، والعكس كمان، وهنشوفه في باقي الدرس بأمر الله. بيقول لك هل المستطيلات المتساوية في المساحة يكون لها نفس المحيط؟ لا طبعا خطأ، وده اللي احنا قلناه دلوقتي. تمام. بيقول لك تساوي المساحة لمستطيلين لا يؤدي دائما إلى تساوي محيطهما. جاب لي هنا مستطيلين، أول مستطيل مساحته كانت 6 سنتيمتر والمستطيل التاني مساحته 6 سنتيمتر، إنما المحيط كان 10 سنتيمتر والمحيط للمستطيل التاني 14 سنتيمتر. ده بيأكد الكلام اللي قلناه، تتساوى المساحة ولا يتساوى المحيط. تتساوى المساحة المستطيلين، عند تساوي المساحة المستطيلين لا يؤدي دائما إلى تساوي محيطهما. تمام. بقول بسرعة كده علشان نحل بقى الأمثلة وندخل في الحل على طول. احسب المحيط والمساحة لكل من المستطيلين المظللين واكتب ملاحظاتك. ده مستطيل وده مستطيل. المستطيل الأول أهو طوله كام؟ طوله 3 سنتيمتر. طب عرضه 4 سنتيمتر. المساحة طبعا احنا اخدنا انه المساحة الطول في العرض، يعني 3 في 4 تساوي 12 سنتيمتر مربع، وما ننساش مربع تمييز للمساحة. طب المحيط هعمل ايه يا حلوين؟ 3 زائد 4 زائد 3 زائد 4. جبت يا مس منين التلاتة والاربعة التانيين؟ هقولك عشان ده مستطيل كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول. اذا كان ده طوله 3 الضلع اللي بيقابله هيكون 3، وده كان ده 4 يبقى الضلع المقابل له هيكون 4. وعدنا الكلام ده كتير في فيديوهات سابقة. يبقى المحيط 3 زائد 4 زائد 3 زائد 4 بيساوي 14 سنتيمتر. تعالى بقى يا حلو بقى للمستطيل التاني. المستطيل التاني طوله 2 سنتيمتر وعرضه 6 سنتيمتر، وكتبنا في النقاط كده. المساحة بقى ازاي؟ هيبقى الطول في العرض 6 في 2 بتساوي 12 سنتيمتر مربع، ومنساش سنتيمتر مربع. المحيط بقى 2 زائد 6 زائد 2 زائد 6 تساوي 16 سنتيمتر. المساحة متساوية يا ولاد لكن المحيط غير متساوي. يبقى أنا لاحظت أن إيه؟ تساوي المساحة المستطيلين لا يؤدي دائما إلى تساوي محيطهما. نفس الكلام اللي مكتوب هنا. تمام. سهل جدا. ارسم مستطيلان مختلفان لهما نفس المساحة ثم اكمل واكتب ملاحظاتك كما بالمثال. المثال اللي معايا قال لي مساحة كل منهما 12 وحدة مربعة، يعني انت هترسم المستطيل بس بالمساحة محدد لك المساحة كام؟ 12. هنا اول مستطيل هيبقى طوله 2 وعرضه 6، هو رسم المستطيل الاول، يبقى الطول 2 والعرض 6. طب المساحة الطول في العرض يعني 2 في 6 بتساوي 12 سنتيمتر مربع. طب المحيط 2 زائد 6 زائد 2 زائد 6 بيساوي 16 سنتيمتر. المستطيل التاني طوله 4 وعرضه 3. تمام. المساحة 3 في 4 بيساوي 12 المفروض اقول 12 وحدة مربعة يا سنة تالتة. تمام. 12 وحدة مربعة او 12 سنتيمتر مربع. المحيط 4 زائد 3 زائد 4 زائد 3 بيساوي 14 سنتيمتر مربع او 14 وحدة طول. 14 وحدة طول. هنا المساحة
متساوية إنما المحيط مختلف. أنا لاحظت إيه بقى؟ أكتب نفس الجملة اللي كتبتها في المسألة اللي قبلها ومكتوبة فوق في المثال. تساوي المساحة لمستطيلين لا يؤدي دائما إلى تساوي محيطهما. تمام. المثال اللي بعد كده، مساحة كل منهما، هرسم مستطيلين بقى 8 وحدات مربعة. ركز بقى وانت بترسم المستطيل. هاخد 2 طول، 2 وحدة مربعة في الطول، 2 وحدة في الطول و4 في العرض. تمام. المساحة عشان المساحة تكون 2 في 4 تساوي 8، يبقى الطول، لا هنا المستطيل التاني، خلينا في المستطيل الأول. أخدت 8 وحدات طول وواحد وحدة عرض. تمام. يبقى التمانية في 1. أول مستطيل معايا هقول 8 في 1 دي، اما اجي اجيب مساحته هيبقى بتساوي 8 وحدة مربعة. الطول معايا 8 والعرض 1، وقلنا المساحة 8 في 1 بتساوي 8 وحدات مربعة. المحيط هيبقى 8 زائد 1 زائد 8 زائد 1 بيساوي 18 وحدة طول. 18 وحدة طول. تمام. المستطيل رقم 2، مستطيل رقم 2 طوله رسمنا طوله 2 وكم عرض يا سنة تالتة؟ 4. هيبقى معايا الطول 2 والعرض 4. المساحة هتكون 2 في 4 بتساوي 8 وحدة مربعة، والمحيط هيكون 2 زائد 4 زائد 2 زائد 4 بيساوي 16 وحدة طول. أنا لاحظت إيه؟ نفس الجملة اللي بنكتبها. لاحظت أن نكتب نفس الجملة، تساوي المساحة المستطيلين لا يؤدي دائما إلى تساوي محيطهما. اللي بعد كده قال لي مستطيلين مساحة كل منهما 10 وحدات مربعة. أول مستطيل معايا رسمته 5 وحدات طول و2 وحدة عرض بالشكل ده. تمام. هيبقى أول مستطيل الطول عندي 5 والعرض 2، المساحة 5 في 2 تساوي 10. نقول 10 وحدة مربعة يا سنة تالتة، أنا كاتباها سنتيمتر مربع بس هو طالما قال لي وحدات مربعة يبقى 10 وحدات مربعة. والمحيط 5 زائد 2 زائد 5 زائد 2 يساوي 14. هنقول وحدة طول، هنكتب وحدة طول 12 وحدة طول. المستطيل 2 10 وحدات طول وواحد وحدة عرض، والعرض 1. تمام. الإضاءة هيبقى الطول عندي 10 والعرض 1. المساحة 10 في 1 تساوي 10 10 وحدات مربعة. الطول المحيط 10 زائد 1 زائد 10 زائد 1 بيساوي 22 وحدة طول. اهو يا سنة تالتة 22 وحدة طول، والمساحة هتبقى 10 وحدة مربعة. لاحظت أن تساوي المساحة المستطيلين، تساوي المساحة المستطيلين لا يؤدي دائما إلى تساوي محيطهما. نفس الجملة اللي بنكتبها يا سنة تالتة. فهمت من الكلام ده كله إنه لما يكون مستطيلين متساويين في المساحة ده لا يؤدي إلى تساوي المحيط. تمام. يعني المساحة مستطيلين ممكن يكون المساحة متساوية إنما المحيط غير متساوي. وهنشوف عكس الكلام ده. أنا بقول بسرعة علشان وقت الفيديو ما يطولش لأنه الدرس كبير. ثانيا، مساحات مختلفة لنفس المحيط. أيوة زي ما كنا بنقول محيط مختلف لنفس المساحة، يعني كان في مستطيلين مساحته متساوية لكن المحيط مختلف. الوقت بقى المساحات المحيط هيكون متساوي انما المساحة هتختلف يا سنة تالتة. نفس السؤال، هل المستطيلات المتساوية في المحيط يكون لها نفس المساحة؟ لا طبعا خطأ. وهنشوف دلوقتي. احسب بالمحيط والمساحة لكل من المستطيلين المظللين واكتب ملاحظاتك. اول مستطيل وده اول مستطيل وده تاني مستطيل. طول اول مستطيل كام؟ 4 وعرضه 2. طب هيبقى محيطه كام؟ 4 زائد 2 زائد 4 زائد 2 بيساوي 12 سنتيمتر. طب مساحته 4 في 2، الطول في العرض هيساوي 6 سنتيمتر مربع. تعالوا المستطيل التاني، طوله 1 عرضه 5، طوله 1 سنتي وعرضه 5 سنتي. المحيط هيبقى 1 زائد 5 زائد 1 زائد 5 بيساوي 12 سنتيمتر.
المساحة هيبقى 1/5 بيساوي 5 سنتيمتر مربع. لاحظنا ايه؟ انه المحيط متساوي لكن المساحة مختلفة. لاحظت ان تساوي المحيطين لمستطيلين لا يؤدي الى تساوي مساحتهما. تمام؟ يبقى فهمنا انه لو المحيط متساوي ده مش معنى ده انه يكون لازم المساحة تكون متساوية، لا. تمام يا سنة تالتة؟ رقم 4، ارسم مستطيلان مختلفان لهما نفس المحيط ثم اوجد مساحة كل منهما كما بالمثال. ارسم مستطيلان مختلفان لهما نفس المحيط ثم اوجد مساحة كل منهما كما بالمثال. اول مثال معايا محلول. المثال اللي بعد كده محيط كل منهما 20. هرسم مستطيل. اول مستطيل رسمته طوله 3 وحدات او طوله 3 سنتي. اخدت 3 وحدات مربعة كده، واول كان طول 3 والعرض 7. تمام؟ 7 وحدات طول. المستطيل التاني 4 وحدات طول، 4 وحدات مربعة و6 وحدات طول. بيقول لي هنا يا سنة تالتة نصف المحيط. هجيب نصف المحيط ازاي؟ هقسم المحيط على 2. هو مديلي المحيط كام؟ 20 على 2، على نصف يعني على 2. يبقى 20 على 2 تساوي 10. 10 دي هقسمها بقى للمستطيلين. واحد طوله 3 وعرضه 7، يعني 3 زائد 7. المستطيل التاني عملته طوله 4 وعرضه 6، 4 زائد 6. تمام؟ يبقى المستطيل الأول محيطه كام؟ أول مستطيل معايا طوله 3 وعرضه 7، يبقى محيطه 3 زائد 7 زائد 3 زائد 7 بيساوي 20 سنتيمتر. مساحته الطول في العرض، يعني 3 في 7 تساوي 21 سنتيمتر مربع. تمام كده؟ المستطيل رقم 2 محيطه كام؟ يعني هجيب مجموع أطوال أضلاعه 4 زائد 6 زائد 4 زائد 6، لو جمعتهم هيدونا 20 سنتيمتر. مساحته الطول في العرض، يعني 4 في 6، 4 في 6 24 سنتيمتر مربع. يبقى احنا جبنا المحيط والمساحة. أول محيط لأول مستطيل 20 سنتي والمساحة 21 سنتيمتر مربع. التاني مستطيل محيطه 20 سنتي ومساحته 24 سنتيمتر مربع. رقم 2 محيط كل منهما 14 سنتيمتر. رسمت محيطين مستطيلين. هو بيقول لي هنا نصف المحيط يا ولاد. 14 على 2 فيها كام؟ فيها 7. يعني 7 اقول 3 زائد 4 ودي هتكون معايا اول مستطيل 3 طول و4 عرض، او 2 زائد 5 اللي هما بيساووا 7. هيبقى معايا مستطيل 2 طول و5 عرض. تمام؟ المستطيل الاول محيطه اجيبه ازاي بقى؟ 3 زائد 4 زائد 3 زائد 7 لو جمعتهم هيدونا 14 سنتيمتر. ومساحته اجيبها ازاي؟ هضرب الطول في العرض 3 في 4 بيساوي 12 سنتيمتر مربع. المستطيل التاني محيطه هقول 2 زائد 5 زائد 2 زائد 5 هيدينا 14 سنتيمتر. والمساحة 2 في 5 بيساوي 10 سنتيمتر مربع. وده كان المستطيلات متساوية المحيط ومختلفة المساحة يا سنة تالتة. وأتمنى يكون الفيديو سهل وقدرت أبسط المعلومة، وفهمنا من الدرس إنه المستطيل المتساوي في المحيط مش شرط يكون متساوي في المساحة، والمستطيلات المتساوية في المساحة مش شرط دايما تكون متساوية في المحيط. قيم تلميذك حتى الدرس 6. أكمل الجدول التالي. المستطيل الأصفر والأخضر والأزرق يعني نكمل مساحتهم ومحيطهم وطولهم وعرضهم. الأصفر طوله كام يا ولاد؟ 3. الأصفر طوله 3 وحدات. تمام؟ والأخضر طوله 1، والأزرق طوله 4. والعرض الأصفر عرض الأصفر 2، وعرض الأخضر هيكون
2 وعرض الازرق 3. تمام. محيط الاصفر 10 وحدات طول. محيط الاصفر 10 وحدات طول. الاصفر هنقول 3 زائد 2 زائد 3 زائد 2 هيدينا 10. انا بحله على طول. ومساحة الاصفر هتكون 6 عشان هنا 3 وهنا 2. 3 في 2 بتساوي 6 وحدة مربعة. نكتب التمييز وحدة مربعة. تمام. يبقى كده جبنا للاصفر محيطه ومساحته. الاخضر بقى محيطه كام؟ هيكون 6 ومساحته هتكون 2 ونكتب التمييز وحدة مربعة. طب الازرق 14 وحدة مربعة. محيطه هنا 4 زائد 3 زائد 4 زائد 3 هيبقى 14 وحدة مربعة ومساحته 12 وحدة مربعة. 3 او 4 في 3 اللي هو الطول في العرض بيساوي 12 وحدة مربعة. تمام. 2. ارسم مستطيلان مختلفان لهما نفس المساحة 6 سنتيمتر مربع. اول مستطيل معايا هيكون طوله 1 سنتي مربع. 1 سنتي. هاخد كده عمود، هرسم عمود وفيه عمود واحد مكون من 6 مربعات. ماشي. يبقى هنا 1 وهنا 6. هيبقى ده مستطيل مساحته 6 سنتيمتر مربع عشان الواحد في 6 هيساوي 6 سنتيمتر مربع. هنا المستطيل التاني هرسم يا ولاد 2 عمود. كل عمود فيه كام؟ كل عمود فيه 2. يعني هرسم عمودين وكم صف؟ هرسم عمودين وكم صف؟ 3 صفوف. هيبقى الاتنين في 3 ب6. يبقى المستطيل ده مساحته 6 سنتيمتر مربع والمستطيل ده مساحته 6 سنتي مربع. يبقى المستطيلين كده صح. 3. ارسم مستطيلان مختلفان لهما نفس المحيط 10 سنتي. اول 10 سنتي محيط بقى. يبقى هنا اخدت معايا عمود فيه كام؟ فيه 4 مربعات كده، 4 وحدات مربعة علشان هيكون هنا 4 وهنا 1. هقول المحيط 4 زائد 1 زائد 4 زائد 1 كله هيدينا 10 سنتي يا ولاد. المحيط اللي بعد كده 2 عمود فيهم في كل عمود فيه 3 صفوف. هيبقى يبقى 2 زائد 3 زائد 2 زائد 3 لو جمعنا هيبقى محيطه 10 سنتي. يبقى ده كده المستطيل صحيح. تمام. اسفه لو الفيديو طول عليكم. احسب محيط ومساحة كل مما يأتي. هقول على طول بقى. أول محيط معايا للشكل ده 5 زائد 3 زائد 5 زائد 3 بيساوي 16 وحدة طول. المساحة 5 في 3. 5 في 3 احنا طبعا انتوا عارفين احنا بنجيب ال5 ازاي والتلاتة ازاي. بنعد 1 2 3 يبقى هنا 3 وحدة طول. وهنا 1 2 3 4 5 يبقى هنا 5 وحدة مربعة. يبقى هنا المساحة 5 في 3 15 وحدة مربعة. الشكل ده محيطه 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 بيساوي 16 والمساحة 4 في 4 بتساوي 16 وحدة مربعة. المحيط هنا 8 زائد 6 زائد 8 زائد 6 بيساوي 28 وحدة طول. والمساحة 8 في 6 بيساوي 48 وحدة مربعة. وده كان فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. واللي معايا لاخر فيديو يا ريت يكتبوا لي في الكومنتات وقولوا رايكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك يا سنة تالتة. واشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.